السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بقى هنعمل أحلى صينية وراك معايا بالبصل والطماطم، جميلة جدا اللهم بارك وخفيفة ما بتاخدش أي وقت في تحضيرها خالص. يلا بينا نبدأ بسم الله. معايا كيلو وراك مغسول ومتنضف كويس جدا ما شاء الله، ومعايا طماطم شرائح، ومعايا توم فصوص، ومعايا كمان بصلتين كبار شرائح. زي ما حضراتكم كده شايفين بنزل بالطماطم مع البصل مع فصوص الثوم الصحيحة زي ما حضراتكم شايفين. بتبهر بقى البصل مع الطماطم بفلفل اسمر معلقة صغيرة، وادي معلقة صغيرة كمان من بهارات الفراخ وكركم وكمون وكزبرة معايا. بسم الله ما شاء الله، ادي الكمون اللهم بارك طعمها جميل جدا. وبنزل بمعلقة برضو صغيرة من القرفة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. هنا بقى بظبط الملح كمان ما شاء الله، طعمها جميل جدا وما بتاخدش منك اي وقت. وادي بقى بنزل بمعلقتين سمنة معايا ما شاء الله. بخلط بقى كل الخليط ده مع بعضه اللهم بارك زي ما حضراتكم كده شايفين. بخلطه بقى عشان الخضار معايا يتبل وبيبقى جميل جدا. والصينية دي بتقعديها في التلاجة نص ساعة تشمع معاكي بقى في التلاجة، وبعد كده بقى بتحطيها في الفرن بتبقى جميلة جدا. بنزل بقى بالوراك زي ما هي كده ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين انا نازلة بيها نية اللهم بارك. بقى بخلط بقى كله مع بعضه، الوراك مع الخضار معايا اللهم بارك جميلة جدا. شايفين حضراتكم لازما من الخطوة دي لازم تعمليها عشان كل البهارات وكل التتبيلة معاكي تخش معاكي في الوراك، وتحطيها بقى في التلاجة نص ساعة وتغطيها بالفويل معاكي وتدخليها الفرن. بتطلع معاكي شكلها حكاية وطعمها اللهم بارك جميلة جدا. يا رب ان هي تعجبكم وتجربوها. مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو. جميلة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.